أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات Language Notes. في الفيديو ده هنعرف الفرق ما بين equipment, instrument, gadget و device و tool. في معاني كتير مشتركة ما بينهم، يعني لما تيجي تفرد كل واحد لوحده ممكن تقول ايه ده، طب ما ده نفس المعنى. الحاجات اللي ممكن يبقى فيها لبس واشتباه كده ان هما الاتنين ينفعوا، دي مش هتبقى موضع أسئلة. احنا النهاردة هنتعلم مع بعض كل المعاني اللي بتيجي لكل كلمة منهم عشان نعرف نوظفها صح ونفرق ما بينهم لو في فرق. اوكي، يلا نبتدي مع بعض بأول كلمة معانا وهي equipment. equipment أول معنى ليها هو معدات أو تجهيزات. والمهم في كلمة equipment إن هي كلمة لا تعد، ناخد بالنا من الحتة دي إنها لا تعد وبالتالي تاخد فعل مفرد، وما ينفعش نقول equipments، ما ينفعش نحط لها اس. وعلشان نقول عليها معدات أو تجهيزات ممكن أشبهها لكم إنها شبه كلمة stuff يعني حاجات كده، يعني things. ده المعنى بتاعها كمعدات أو تجهيزات. طب ممكن مثال، ممكن نقول مثلا I need some equipment to fix the engine. أنا محتاج معدات، محددتش أنا عايز إيه، عايز بس بعض المعدات عشان أصلح الموتور. طب مثال كمان ممكن أقول It's a very useful piece of equipment that you should have. piece of، ليه قلت piece of كذا؟ لأن أنا عايز أعملها مفرد، عايز أتكلم عن واحدة بس وهي لا تعد، فجبت لها أداة تجزئة. تمام، إنها أداة أو جهاز مهم إنك لازم يبقى معاك. very useful، مفيد. طيب إيه كمان معاني لكلمة equipment؟ equipment جاية من فعل equip اللي هو يجهز، فبالتالي هي الاسم منه بمعنى تجهيز. يعني equipment يعني اللي هو التجهيز أو الإعداد بتاع شيء. يعني إيه مثلا؟ اديني مثال. لو قلت the equipment of the new sports center took 3 weeks، أنا هنا مقصودش المعدات اللي في المركز، لا، أنا بقول الإعداد بتاع المركز، التجهيز بتاع المركز استهلك 3 أسابيع أو استغرق 3 أسابيع. فهمتوا؟ هنا أنا ما بقصدش بيها معدات، أنا بقصد بيها النون من الفيرب equip، يعد أو يجهز أو يمد بالإمدادات أو الإعدادات وهكذا. خلاص، ده المعنى التاني والأخير لإكويبمنت. طيب ناخد بعد كده instrument حلوة، يعني نفرقها كويس عن equipment لأن هم أكتر اتنين بيلخبطوا مع بعض. أول معنى في instrument هي أداة برضو بس صغيرة أو أداة دقيقة، ناخد بالنا من الحتة دي. small tool، ليه small؟ لأن هنا مش بمجرد الحجم، يقصد بيها إنها حاجة دقيقة. يعني مثلا السيرجيكال انسترومنتس، مش الادوات الجراحيه اللي بيستعملها الجراح، دي ادوات نعتبرها ادوات. هل نقول عليها equipment؟ لا، بنقول عليها instruments. ليه؟ لانها اداه دقيقه صغيره كده ودقيقه وحساسه. زي برضو اللاب انسترومنتس اللي هي في المعمل، زي الاوبتيكال انسترومنتس اللي هي زي العدسات وكده. كل الحاجات دي لانها صغيره في الحجم ودقيقه في العمل بتاعها بنسميها instrument. تمام، وناخد بالنا من حاجة مهمة، ان instrument دي تعد عادي وممكن نجمعها عادي، اما equipment ما كانتش تعد. طيب ايه المعنى التاني لإنسترومنت؟ بتيجي بمعنى آلة موسيقية، وده كلكم عارفينه. الآلة الموسيقية محفوظة دايما انها instrument، ما بيبقاش equipment وما بتبقاش اي حاجة تاني. ليه؟ لان الآلة الموسيقية دقيقة، اي لمسة معينة بتدي صوت معين، فده يدل على الدقة، فما ينفعش ان انا اعملها تول مثلا ولا equipment مثلا، صح؟ يبقى عشان نفس الفرق فممكن نقول What instrument do you play؟ ايه الآلة الموسيقية اللي انت بتلعبها مثلا. طيب المعنى الثالث بقى الانسترومنت بمعنى طريقة او أداة للوصول لهدف معين. المعنى ده حلو. يعني ايه؟ يعني انت بتستخدم شيء معين عشان يوصلك لهدفك، فالشيء ده نطلق عليه instrument. طيب اديني مثال. مثلا لو قلت an instrument for success، يعني أداة للوصول للنجاح. أو an instrument of change، يعني أداة للتغيير. مثلا القانون الجديد هيكون أداة للتغيير مثلا في الخطاب الفورمال. فinstrument هنا معناها طريقة أو أداة للوصول لهدف، مش حاجة ملموسة، مش حاجة أنت بتمسكها تكون دقيقة أو غيره. ده من ضمن معانيها برضو.
طيب اللي بعد كده عندنا gadget. gadget سهلة قوي وبسيطة جدا من اسمها ومعانيها ان هي أداة بسيطة. فاكر instrument أداة معقدة، دي أداة بسيطة. يعني ايه أداة بسيطة؟ يعني شغلها بسيط، يعني بتعمل حاجة معينة ومش حاجة معقدة. طيب زي ايه؟ زي مثلا الكيتشن جادجتس، ودي الحاجات اللي ذكرت عندكم في المنهج، ودي اكتر حاجة بلاقيها في الاسئلة ان هو بيجيب جادجت مع الادوات بتاعة المطبخ. يعني ايه ادوات مطبخ؟ يعني زي مثلا المثال ده gadget for sharpening knives، حاجة بتحد السكاكين، أداة بتحد السكاكين. هي بالبساطة دي ده كل دورها. طيب مثال تاني مثلا a charger is an electronic gadget. الشاحن هو gadget إلكترونية that comes with the phone. بس ايه ليه استعملت gadget؟ لأن هي أداة بسيطة بتعمل دور واحد، إنها بتشحن التليفون وخلاص، وهي إلكترونية هنا بس في المثال ده. يبقى gadget أداة صغيرة وبسيطة، شغلها بسيط، أدائها مش معقد. 1+1=2. طيب ده بالنسبة لجادجت، وأكتر الجمل المشهورة معاها هي حكاية الكيتشن جادجت دي. طيب عندنا بعد كده device. device أول معنى ليها هو جهاز لغرض معين. أولا هو جهاز وبيستعمل لغرض معين. طب زي ايه مثلا؟ لو قلت this device helps disabled children to walk، بيساعد الأطفال المعاقين إن هم يمشوا. ما ينفعش تقول this equipment ولا this tool ولا this instrument. ده device معمول خصيصا لغرض معين، جهاز معمول لغرض. اوكي، ده طبعا هيبقى أكثر تعقيدا شوية من الجادجت اللي فات. طيب مثال تاني The computer is a useful device. الكمبيوتر هو جهاز مفيد. أقدر أقول على الكمبيوتر gadget؟ لا، ده جهاز كبير وجهاز معقد. تمام. طيب المعنى التاني بقى الديفايس هي طريقة لعمل شيء معين. فاكرين instrument كانت أداة للوصول لهدف؟ الديفايس يعتبر طريقة لعمل شيء معين أو من ضمن معانيه. يعني اديني مثال. لو قلت advertising is a powerful marketing device، ما اقولش عليها powerful marketing equipment مثلا، لا هي device. طب هل advertising اللي هي الدعاية جهاز؟ لا، هو مش جهاز. هنا المعنى الآخر ليها اللي هي طريقة لعمل شيء، طريقة للتسويق. الادفرتايزنج أو الدعاية هي طريقة قوية للتسويق. ده المعنى التاني والأخير لديفايس. فضل عندنا tool دي برضو بمعنى أداة، بس بتستخدم لصنع أو تصليح الأشياء. زي ايه التولز دي؟ زي مثلا الكاربنترز تولز اللي هي بتاعة النجار. يعني ممكن أقول carpenters use tools such as hammer, saw and screwdriver. الشاكوش والمنشار والمفك، دي اسمها tools معمولة لصنع أو تصليح الأشياء. كذلك مثلا في البرامج لو قلت the editing program، البروجرام بتاع الإيديت has a lot of useful tools. بنسمي الأدوات اللي بنستعملها في البرنامج والأدوات اللي بنختارها، بنستعمل الأدوات دي بنسميها tools، ما بنسميهاش gadgets ولا equipment. هي أداة بتعمل حاجة، زي إن أنت بتشتغل على برنامج أو بتعدل على حاجة، بتصلح حاجة، وعشان كده بنسميها tool. تمام. طبعا في المعاني بتاع الكلمات دي اكتر من حاجة متشابهة، وتحس ان هما مشتركين في كذا معنى. بس الحاجات اللي زي دي اللي هي بتبقى موضع تشابه او تبقى صعب اوي ان انت تفرق اختار دي ولا دي، دي مش هتبقى موضع اسئلة. لان اصلا كمان في جمل انا ما حبيتش اجيبها عشان ما لخبطكمش. كان ممكن تستعمل فيها كلمة من الكلمتين، اي كلمة من الكلمتين معينين مثلا، فده كان هيعمل لكم لخبطة. انا حبيت بس اوضح المعاني كلها اللي بتيجي لكل كلمة، واكيد لما هتيجي هتبقى الاختيار واضح وهتبقى فاهم انت اخترت دي ليه. وكمان التشابهات او الاختلافات الواضحة اللي هي أداة دقيقة أو أداة مش دقيقة، اللي هي أداة كبيرة ولا أداة صغيرة، الحاجات الواضحة اللي احنا قلناها دي نفرق ما بينها بقى، لأن دي ممكن نعرف نختار ونفرق دي من دي أو دي بدل دي وهكذا. كده يبقى احنا خلصنا equipment, instrument, gadget و device و tool. يا رب يكونوا كده بقوا أحسن بالنسبة لكم شوية، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.